بسم الله الرحمن الرحيم. كيف حالكم حبايبي الحلوين؟ اليوم وصفتنا طيبة كثير وبالشهي، واللي حياكلها مستحيل يعرف إنه بياكل قلوب الدجاج. عندي قلوب الدجاج راح أقطعها بالطول، راح أسكب عليها ربع كوب خل، وبعدين حطيتهم بالمصفاة وغسلتهم كثير كويس. في مقلاة على النار راح أنزل بملعقة كبيرة من زيت الزيتون. بعد ما سخنت راح أنزل بالقلوب المغسولة والمصفية، حركتهم شوي وغطيتهم لمدة دقيقتين. بعد الدقيقتين راح أصفي القلوب وأتخلص من المي. في مقلاة على النار راح أنزل بأربع ملاعق من زيت الزيتون، وبعدين راح أنزل بالبصلة المفرومة ناعم وأحركهم شوي. بعدين أضيف عليهم الفلفل الحار المقطع بالطول والقلوب وأحركهم مع بعض وأغطي عليهم لمدة دقيقتين. راح أنكه القلوب بالبهارات: ملعقة صغيرة من الكزبرة والفلفل الأسود والهيل والملح، وملعقتين من الصويا صوص المبهر، ومعلقتين من دبس الرمان. أما اللمسة الأخيرة راح أضيف معلقتين من البقدونس المفروم أو الكزبرة على حسب رغبتكم. هيك أصبحت عندي القلاية جاهزة. أما للتزيين راح أضع 3 معالق كبيرة من الطحينية ونص ملعقة صغيرة من ملح الليمون وشوية ماء ونخلطهم مع بعض، وهيك أصبحت عندي الطحينية جاهزة. راح نسكب القلوب بصحن التقديم وتزين بخطوط من الطحينية ورشة بقدونس، وتزين بالليمون والفلفل. وراح أقدمها مع الزيتون الأسود المعمول بيتي مع صحن البطاطا المقلية. بصراحة الأكلة طلعت مية مية، كثير طيبة وبالشهي. وهيك وصلنا لنهاية وصفتنا. بتمنى إن الوصفة عجبتكم، ولا تنسونا من اللايك والشير وتشتركوا بالقناة، وإلى اللقاء في وصفة جديدة. مع السلامة.